بنقول لا إله إلا الله كأن بنقول لا معبود بحق إلا الله. طب يعني إيه لا معبود بحق إلا الله؟ يعني ما حدش تخضع له منتهى الخضوع والتسليم بحب غير ربنا سبحانه وتعالى. فكأننا بنقول لا كريم إلا الله، لا ودود إلا الله، لا رحيم إلا الله، لا رحمن إلا الله، لا قدير إلا الله. لا إله إلا الله بيساعدك تشوف كل حاجة في الحياة منه، بيساعدك تشوف الناس الطيبين والخيرين والجمال اللي حواليك والودودين. تجلي من تجليات اسم الله الودود، يخليك تشوف الأذى من الناس أو المؤذيين إن هم تجلي من تجليات الله سبحانه وتعالى عليك في الابتلاء بأسماء وصفاته حسب الابتلاء اللي أنت فيه. ذكر لا إله إلا الله بيحررك من إنك تكون عبد لأي حاجة تانية، عبد لأي شهوة أو أي فلوس أو أي شخص حتى. في لا إله إلا الله بيحررك من التعلق. أي حد صعب عليه طاعة معينة يقول لا إله إلا الله كتير. أي واحدة نفسها تتحجب ومش قادرة تقول لا إله إلا الله كتير. أي حد نفسه يواظب على ذكر معين أو على صلاة أو على قيام أو على أي حاجة يقول لا إله إلا الله. أي حد صعب عليه إنه يكون متمتع بأخلاق حسنة يقول لا إله إلا الله. أي حد عنده إدمان لحاجة معينة يقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ذكر التوحيد، ذكر الإخلاص، ذكر التسليم التام لله سبحانه وتعالى، ذكر التحرر من كل حاجة. كن عبدا لله فعبد الله حر.